كتعتبر الحسانه شي حاجه اللي مهمه باش تزيد من الجماليه ديال وجهك ويولي المظهر ديالك خيالي، وكذلك الشعر ديالك اولا الحسانه ديالك كتعبر على الشخصيه ولا الاسلوب ديالك كيفاش داير. والغلط اللي كيطيحوا فيه بزاف ديال الناس هو كيشوفوا شي ستيل جديد ديال شي حسانه وكتعجبهم وكيقرروا باش يديروا بحالها وكيمشيو عند الحلاق، وفاش كيدير لهم الحلاق نفس ديك الحسانه اللي بغاو ما كتجيش معاهم وكيبداو يلوموا في الحلاق وما عارفينش بلي المشكل فيهم هما. فإلا كنتي كتعاني من هذا المشكل وكنتي كتمشي عند الحلاق وانت تالف وما عارفش الحسانه اللي باغي دير ولا الحسانه اللي غادي تجي مع الشكل ديال وجهك، فغير كون هاني، لانه في هذا الفيديو قررت باش نوريك كيفاش تعرف على الشكل ديال وجهك وشنو نوع الحسانات اللي يقدروا يجيو مع الشكل ديال وجهك، وغادي نهنيك من هذا المشكل كامل. اولا كنتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير وفي احسن الاحوال. الناس اللي ديما كيتفرجوا في الفيديوهات ديالي عارفين شنو كنقول في البدايه ديال الفيديو، داكشي علاش الا كنتي اول مره كتشوفني ما تنساش تخلي معاك شي لايك وسبسكرايب وتفعل الجرس باش يوصلك الجديد انت الاول. والا كنتي موجود جيب معاك الكيت ديالك وشي كاس ديال القهوه ويلا نبداو. الا بغيتي تعرف الحسانه اللي تجي معاك فاول حاجه خاصك تعرف عليها هي الشكل ديال وجهك. غادي تقول لي كيفاش غندير؟ سهله، غادي تدخل الكاميرا ديال الهاتف ديالك وغادي تاخذ شي سيلفي لوجهك فقط، ويكون وجهك مقاد مع الكاميرا ويكونوا الزوايا ديال وجهك باينين مزيان بحال هكا. من بعد ما غادي تاخذ صوره لوجهك غادي تلاحظ القياسات ديال الزوايا ديال وجهك، والقياسات عندنا 4 القياسات وهما اللي غادي تعرف من خلالهم الشكل ديال وجهك. اول قياس غادي تشوف هو هذا اللي تيكون فوق الحجبان ديالك، ثاني قياس هو اللي تيكون في الوسط ديال الوجه، وثالث قياس هو اللي تيكون في الفك ديالك اولا اسفل الوجه ديالك، ورابع قياس هو الطول ديال الوجه ديالك. ودابا فاش كنعرفوا القياسات ديال الزوايا ديال الوجه ديالنا غادي نحاولوا نتعرفوا على الشكل ديال الوجه ديالنا من خلال القياسات اللي هضرنا عليهم. والاشكال ديال الوجوه كاينين 7. كاين الوجه البيضاوي، الوجه المربع، الوجه المستطيل، الوجه المستدير او الدائري، وكاين الوجه المثلث، الوجه اللي على شكل قلب، والوجه الاخير اللي على شكل الماصه. واول شكل غادي نتعرفوا عليه هو الوجه البيضاوي. فإلا كان القياس ديال الطول ديال وجهك كبر من القياس ديال الوسط، والقياس اللي تيكون في الجبهه كبر من القياس ديال الفك ديالك، فهادشي كيعني بان الشكل ديال وجهك بيضاوي، يعني عندك وجه بيضاوي. وثاني شكل غادي نتعرفوا عليه هو الوجه المربع. فإلا كان القياسات ديال الزوايا ديال وجهك متساويين تقريبا فهادشي كيعني ان الشكل ديال وجهك مربع. وثالث شكل غادي نتعرفوا عليه هو الوجه المستطيل. الوجه المستطيل تقريبا بحالو بحال المربع، الفرق اللي كاين هو ان الوجه المستطيل تيكون القياس ديال الطول ديال الوجه مختلف على القياسات الاخرين، ماشي بحال المربع تيكون كلشي متساوي. ورابع شكل هو الوجه الدائري. الوجه الدائري تيكون فيه هذا القياس هذا وهذا بحال بمعنى نفس القياس، وتيكونوا كبر من هذه القياسات هذا وهذا. فإلا كانوا عندك نفس هذه القياسات فهادشي كيعني ان الشكل ديال وجهك دائري. وخامس شكل هو الوجه المثلث. الا كان القياس اللي تيكون في الوسط ديال وجهك كبر من القياس اللي في الجبهه ديال وجهك فهادشي كيعني ان الشكل ديال وجهك مثلث. والسادس شكل هو الوجه اللي على شكل القلب. شكل القلب العكس ديال الوجه المثلث، تيكون القياس اللي في الجبهه كبر من القياس اللي تيكون في الوسط ديال الوجه، فإلا كان عندك هاد القياسات فهادشي كيعني ان وجهك على شكل قلب. واخر شكل هو الوجه اللي على شكل الماصه. القياسات ديال هاد الشكل تيكونوا مرتبين من الفوق للتحت، بمعنى كتبدا من القياس اللي تيكون في الجبهه وانت هابط بحال شي هرم مقلوب. فإلا كان عندك هاد القياسات فهادشي كيعني ان وجهك على شكل الماصه. والا بغيتي تنقص عليك هاد التماره كامله غادي تدخل لابليكاسيون وغادي تعطيك الشكل ديال وجهك بكل سهوله. ودابا من بعد ما عرفتي الشكل ديال وجهك غادي نعطيك كل شكل ديال الوجه والحسنات اللي غادي يجيو معاه. وغادي نبداو باول شكل اللي هو الوجه البيضاوي. الا كان الوجه ديالك بيضاوي فبغيت نقول لك هنيئا لك صديقي لانك انت محظوظ، واي حسنه درتيها تقدر تجي معاك، وكنصحك تبقى تخلي شويه ديال الشعر الفوق. ثاني شكل هو الوجه المربع. الوجه المربع حتى هو تقريبا بحاله بحال الوجه البيضاوي، واي حسنه درتي غادي تجي معاك، ولكن كنصحك تبقى تخلي الجناب ديال وجهك عامرين شويه بحال هكا، وملي تمشي عند الحلاق قول ليه ما يديكراديش لك الجناب بزاف. ثالث شكل الدراري هو الوجه المستطيل. الا كان الشكل ديال وجهك مستطيل فكنصحك ما تخليش الشعر الفوق بزاف، بالعكس حاول تخلي الشعر في الجناب. والا كنتي من الدراري اللي عندهم اللحيه فكنصحك تبقى تنقص منها وما تخليهاش طويله حيت غادي تزيد من الطول ديال وجهك بزاف. رابع شكل معنا هو الوجه المثلث. الا كان الشكل ديال وجهك مثلث فكنصحك تبقى تخلي الشعر الفوق والجناب يكونوا مديكرادين، والا كانت عندك اللحيه كنصحك تخليها خفيفه شويه. وهنا غادي نكون وصلنا لنهايه الفيديو، وكنبغي نشكرك بزاف الا كنتي وصلتي حتى لهنا. اي فوالا لي زامي كانت هذه لا فيديو، كنتمنى تنال الاعجاب ديالكم، والا عجبتكم ما تنساوش تخليو واحد لايك وسبسكرايب وشي كومونتير زوين بحالكم، وتهلاو في راسكم.